السلام عليكم. إذا حبيتوا بغرير ناجح 100% وخفيف بطريقة روعة خليكم معايا. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل الوصفات دايما ناجحة بإذن الله. اليوم حضرت لكم السهل بغرير بمقادير مضبوطة، خفيف مرق وفيه ثقوب رائعة يذوب في الفم. اليوم أنا درت غير نص الكمية، بصح تقدروا تضاعفوا حسب الحاجة. نبدأ في الأول نحضر خميرة الخبز. ناخذ ملعقة صغيرة خميرة مع 3 ملاعق ماء دافي، نخليها تتفاعل ونخليها على جنب شوية. من بعد نروح للخليط، ناخذ 2 كؤوس سميد رقيق مع كاس فرينة. من الأحسن نغربل كامل المكونات. نضيف ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة سكر. نخلط كامل المكونات الجافة مع بعض ونزيد الماء دافي تدريجيا حسب السميد من 3 إلى 4 كؤوس. ونخلط حتى نتحصل على خليط متجانس، ومن بعد نضيف الخميرة اللي حضرناها ونزيد معها 7 غرام خميرة كيميائية. نخلط مليح ونصب الخليط في الخلاط الكهربائي. نخلط 4 إلى 5 دقائق حتى يولي خفيف وتبان فيه الفقاعات كما وضحت لكم هنا. وشوفوا القوام اللي لازم نتحصل عليه، ماشي مايه بزاف وماشي ثقيل. نخليه يرتاح حوالي 10 دقائق فقط ونروح للطهي. هنا ملاحظة مهمة، نسخن المقلاة مليح وكل مرة نمسحوها بشوية ماء باش نتحصلوا على ثقوب روعة. نصب الخليط ونخليه يطيب غير من جهة واحدة حتى تظهر الثقوب وينشف في الفوق، وهنا تشوفوا أن البغرير ناجح. نزيد لكم واحدة باش نوضح أكثر، ونكمل بنفس الطريقة حتى يكمل الخليط. وفي الأخير نتحصلوا على بغرير خفيف مورق وناجح بسهولة. تقدروا تقدموه مع العسل والزبدة أو زيت زيتون مع السكر، طعم خطير جدا خاصة مع قهوة ولا شاي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.